ازيكم عاملين إيه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير بإذن الله. النهاردة سؤال مهم جدا في مادة الجنائي، وهو تكلم عن ضمانات العقوبة وخصائصها. طيب السؤال ده معناه ايه؟ انا دلوقتي كمشرع لما باجي احط قانون بقول الفلان اللي هيرتكب، مش هنقول فلان، مش هي مش بالاشخاص يعني، بس وليكن الشخص اللي هيرتكب جريمة كذا هيبقى عقابه كذا. طب انا ايه اللي يضمنني ان العقوبة دي فيها مساواة؟ ايه اللي يضمن لي العقوبة دي انا ما اتظلمتش فيها؟ قال لي العقوبة عندي ليها خصائص معينة. ايه بقى اللي هيضمن لي ان العقوبة دي فيها نوع من المساواة والعدل، وان انا ما اتفرقتش عن حد تاني؟ اول حاجة شرعية العقوبة. يعني ايه شرعية العقوبة؟ يعني ما ينفعش ان العقوبة تطبق الا لو كان القانون نص عليها. ما ينفعش القاضي كده في دماغه يجي يقول انا هطبق على فلان ده العقوبة كذا. طب العقوبة كذا دي موجودة في القانون؟ اه تمام هيطبق. طب مش موجودة في القانون يبقى ما ينفعش ان هو يطبقها. طيب حابة ألفت نظركم بالنسبة لمواد الدستور وبعض المواد اللي مكتوبة في المذكرات رايت، أو لو حتى هتذاكر من الكتاب. المواد دي انت مش مطالب ان انت تحفظها بالنص، ولكن انت هتعبر عنها بأسلوبك. هتقول مثلا المضمون اللي انت فاهمه، وتقول وفقا لما تقرره المادة كذا، وتكتبها بالقلم الأسود. طيب ليه أنا برجح إن احنا نكتبها؟ لأنها بتعلي التقدير جدا. طبعا لو انت متأكد منها، انت طبعا لسه قايلة دلوقتي ما تحفظش نص المادة، ولكن تحفظ المضمون الخاص بيه وتكتبها بالقلم الأسود في الإجابة. فاللي عايز يعلي التقدير تمام، اللي مش عايز يعلي التقدير خلاص ما يحفظهاش. طيب حلو جدا. تاني حاجة قضائية العقوبة. يعني ايه؟ مين اللي بيحكم بالعقوبة على الجاني؟ قال لي القضاء. القضاء هي الهيئة الوحيدة اللي بتوقع العقوبة بحكم قضائي. يعني ما ينفعش واحد ماشي في الشارع كده يقول أنا هحكم على فلان بكذا، لا طبعا ما ينفعش. فحتة قضائية العقوبة دي يعني العقوبة من ضمن اختصاص القضاء، هو اللي بيحكم بيه. تمام. تالت حاجة شخصية العقوبة. يعني ايه؟ يعني أحمد ارتكب جريمة، سواء كان فاعل أصلي أو شريك، يبقى أحمد هو اللي ياخد أو يطبق عليه العقوبة. طب أحمد ممكن أطبق على باباه العقوبة، ولا محمد أخوه ممكن أطبق عليه العقوبة؟ قال لي لأ. قال لي بس طبعا أنت لما بتيجي تحكم على واحد إيه، أهله بيتأثروا بده. ممكن يكون مثلا هو كان بيصرف على أهله، فلما اتحبس محدش بيصرف عليهم، فده ما يضرش، أو ده ما نقدرش نقول إن هو عكس شخصية العقوبة، أو كده احنا بعدنا عن مبدأ شخصية العقوبة. قال لي لأ، لأن دي آثار غير مباشرة نتيجة حبس الشخص ده أو نتيجة العقوبة، لكن مش الهدف منها ان انا بحبس الشخص ده او بحكم عليه ان انا بضر اهله، لا انا بضره هو. تمام. طيب رابع حاجة المساواة في العقوبة. يعني ايه؟ يعني القانون لما بيجي ينص على عقوبة مثلا، بيقول كل من ارتكب السرقة بيتم معاقبته بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة. إذا هو أي حد هيسرق هيطبق عليه بين 3 سنين أو 15 سنة. حلو. طيب تمام. فده معناه مساواة. طيب هل هيخل بالمساواة لو أحمد سرق والقاضي حكم عليه ب10 سنين، ومحمود سرق والقاضي حكم عليه ب3 سنين؟ قال لي لأ، لأن القانون بيديني مدة معينة. أنا كقاضي بقى بشوف في اعتبارات القضية اللي قدامي، واحكم بين الحد الأدنى والحد الأقصى، وده ما بيخلش بمبدأ المساواة. تمام. طيب تاني حاجة هتكلم عنها خصائص العقوبة. العقوبة نفسها اللي أنا بعاقب بيها الجاني دي ليها خصائص. قال لي العقوبة طبعا بطبيعتها إنها مؤلمة. ما لازم تكون مؤلمة، ما أنا واحد ارتكبت جريمة ما، فلازم أتألم نتيجة فعلي ده. أتألم سواء مثلا أنا اتحبست مدة طويلة وبعدت عن أهلي، سواء تم إعدامي، سواء خدت أشغال شقة، لازم ده نتيجة تصرفاتي. تمام.
تاني حاجة العقوبة محددة. يعني ايه؟ يعني القانون لما نص على العقوبة حدد لي العقوبة دي هتبقى 3 سنين، 5 سنين، سنتين، 4 سنين، بين 8 سنين ل10 سنين، ايا كان هي محددة ومعروفة من قبلها. اي حد عارف ان هو هيرتكب الجريمة الفلانية هيتعاقب من كذا لكذا. تمام. تالت حاجة تناسب العقوبة مع الجريمة. طبيعي جدا ان لما تكون الجريمة بتاعتي كبيرة لازم تكون العقوبة كبيرة. وليكن مثلا انا قتلت واحد، ما ينفعش ادفع غرامة 50 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه. لا، دي طبعا مش متناسبة معاه. فلما المشرع بيحط تحديد للعقوبة بيشوف العقوبة اللي بتتناسب مع الجريمة. واحد قتل واحد غالبا بياخد إعدام أو أشغال شاقة مؤبدة. تمام. رابع حاجة العقوبة حتمية. يعني ايه حتمية؟ يعني ما ينفعش ان انا ما طبقهاش، لازم تتطبق. تمام. خامس حاجة العقوبة عامة. يعني ايه العقوبة عامة؟ يعني اللي بيتم تطبيقها بواسطة الهيئة او الدولة. تمام. سواء بقى المواطن ده اي مواطن موجود على ارضها. يعني انا مش بميز بين مواطن ومواطن، القانون نزل لعامة الناس، فانا كهيئة دولة مش بميز وانا بطبق العقوبة بين واحد وواحد. تمام. سادس حاجة العقوبة نهائية قاطعة. يعني ايه؟ يعني بيتم تنفيذها بعد ما بيكون الشخص المحكوم عليه ده استنفذ كل طرق الطعن، وهنا بيبقى خلاص الحكم يعني قاطع، لازم يتنفذ، يعني لازم يتنفذ. تمام. السؤال ده مهم جدا ناخد بالنا منه. أغلبيته بيجوا يعني مقالي. تمام. اشوفكم على خير في السؤال اللي بعده.